خليكي ملاحظه الفرق قبل وبعد. مش بقولك هتلمي العفش بتاعك كله في منت. كل سنه وانتم طيبين، العيد داخل علينا. تعالوا اقول لكم على طريقه سهله جدا هتلم عفش البيت ده كله وتلمعيه في منت او في دقيقه واحده بس، بكل سهوله وبكل بساطه. هنعمل مع بعض خلطه كده للتلميع حلوه قوي، هتغنيكي بقى عن البلدج واي منتجات تانية سعرها بقى عالي جدا جدا جدا. سموا الله وصلوا على الرسول، وهتنسوا اللايك والشير. وكل سنه وانتم بالف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. هستنى كومنتاتكم تحت، وتعيدوا عليا بقى في الكومنتات واللايكات، عيديتي في اللايكات بتاعتكم. سموا الله وصلوا على الرسول، وتعالوا بينا على طول نخش على المنتجات او على الخلطه. مفيش منتجات بتاعتنا. بصي بقى، عندي بخاخه، خلاص محتاجه بخاخه عشان اعمل فيها الملمع بتاعي اللي هيلم لي المطبخ والصاله واوضه النوم. كل حاجه هتتلمع معانا النهارده بكل بساطه، وتقدري تجربي على رجل كرسي بسيطه كده لو انت قلقانه من الخلطه وتابعيها يا ستي. لقيتي اي حاجه ما تكمليش الخلطه، والغي المتابعه كمان. لقيتيها زي الفل معاكي، شيري. يلا بقى، بصي بقى، اول حاجه هعملها معايا هنا بخاخه. هحتاج في حدود كده بالويم كده او بالنظر فنجان من زيت الزيتون او اي زيت عندك، المهم يكون زيت نظيف. ما استخدمتوش زيت نظيف غير الشفاط بقى. لما نضفناه الشفاط ورا، لما نضفناه مع بعض قلنا نعمله باي زيت نظيف مستعمل، كله زي الفل. ما شافش فيديو الشفاط فايته كتير، يشوفوا بقى. هحط في حدود فنجان كده، خلاص. مش عايزه في الخلطه دي اي ميه، بس كده في حدود فنجان من الزيت، خلاص. هحط يعني بصي، ان كانت الوصفه هنقسمها 3 تلات، يبقى التلت زيت والتلتين خل. انا مش عايزه ميه. هحط في حدود يعني فنجانين من الخل. ممكن تاخدي يعني تجيبي فنجان كده وتعملي، ممكن كده بالنص اهو كده زي الفل. عارفه دي الحبه دول هيلمعوا العفش كله، وهيقعد منهم شويه كمان. بصي بقى، تعالي اقول لك هنعمل ايه. هتقولي يا شيرين هنحط زيت على الموبيليا، انت هتبوظها لنا، ده هتلم تراب. زي ما بقول لك، جربي في رجل كرسي كده، بس مهم تمشي على الخطوات اللي هقول لك عليها واحنا بنلمع. جربي في رجل كرسي وانت هتشوفي بنفسك النتيجه تحفه، مش هتصدقيها غير لما تشوفيها بعينيك. يلا بينا بقى على طول، التجربه العمليه هي خير دليل. يلا بقى، حضرت معايا فوطتين. فوطه هبتدي المع بيها، وفوطه اجفف بيها كويس جدا اي بقايا للزيت والخل. وادي البخاخه بتاعتنا اهي اللي احنا عملناها. هبتدي ارش كده وارج ولا ايه، وارش كده بس على الفوطه كده بخبختين كده او رشتين. تعالي نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه عندي ضرفه المطبخ اهي، هبتدي امسح كده. بصي اللمعه، خليكي ملاحظه الفرق قبل وبعد. مش بقولك هتلمي العفش بتاعك كله في منت. بصي اهي، معلش تحملي معايا بقى عشان ماسكه ايه التليفون بايدي اهي كده. شايفه اللمعه؟ بصي، شايفه؟ طيب هعمل ايه؟ لازم وضروري اجفف، لازم. ما ينفعش تسيبيه كده عشان ما يرجعش يلم معاكي تراب. ما تسيبيش عليه بقايا زيت، احنا خدنا بس لمعته وخلاص، بس كده اهو. شايفه اللمعه؟ هنا جينا على ضرفة الدولاب، وهجيب نفس الفوطة اهي، وهبخ برضو بخبختين كده عليها، ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نلمع. عايزه اقول لك انا مستخدمه الوصفه دي يعني على طول بستخدمها على الخشب، فما فيهاش اي قلق، ما تقلقيش ابدا. همسح بقى كده، وزي ما اتفقنا ضروري يا جماعه من التجفيف، لازم تجففي. هتلاقيها مرايه قدامك دلوقتي. اهم حاجه تجففي اي زيت كويس جدا جدا جدا. هنبتدي بقى دلوقتي اجيب الفوطه التانية وابتدي امسحها كويس جدا من بقايا اي زيت. عايزه افتح لكم كده، بصي 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 المنظر، بصي كانها مرايه اهي. شايفه؟ كأن مرايه بالظبط بالظبط، مش خشب ابدا. ده لمعت معايا بقت زي الفل. اهم حاجه يا جماعه نقطتين، ما تبخيش على الخشب مباشره، وما تجففيش. يعني فاهميني؟ يعني بخ على فوطه وجففي في فوطه، ما تخليش بقايا زيت. عايزاكي لما تعملي كده ما تلاقيش زيت في ايدك. بصي ايدي اهي، دي اهم حاجه يا جماعه. هيحافظ على الخشب، مش هيلم تراب، في نفس الوقت هيلمع، وهتلمي البيت ده كله في دقيقه واحده. لميت الخشب كله، لمعته، خليته زي المرايه. بصي اظن يعني كانها مرايه قدامك. هستنى اراكم تحت الوصفه وكومنتاتكم الحلوه اللي زيكم، وان شاء الله التعليمات هتعجبكم جدا. بحبكم جدا، اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.